بطاطا وهو واقف بحذايا يقيد اشترى كيلو بطاطا. لقينا واحد عنده برويطه يبيع في حقوق التن، مجمعتش تلوح كي يعمل هكا. انا نتفاهم انا ما في حقوق التن بقداش، وهو الاخر واقف ويقيد. قال بربي تعس عليه يا اخي انت باش تصرف عليه من مكتوبك وما يعرفوش البوليس. هبطت لاخر السوق ورجعت لقيته هو والقريطه نتاعو تهزوا وتخلعوا وما زدت شفته اصلا. عاد وليدي قداش عمرك انت؟ 20 سنه. ربي يعطيك قوه العمر، يعطيك قوه الصحه ويعطيك الجاج. راهو ما تغير حتى شيء في البلاد في هالجهه هذه، اللي تغير هو رأس وزيد، لكن العروق اللي نبتت مش من عهده هو، حتى من عهد بورقيبة. العروق هذه اللي نبتت تحتاج الى جهد طويل لاستشفافها واستئصالها واستبعادها. وهذا الخط اللي انتم خطيتوه، الخط اللي انتم خطيتوه اهلا وسهلا اسلام، الخط اللي انتم خطيتوه هو خط جديد. احنا مارسنا السياسة، لكن علمونا ان السياسة صندوق اقتراع وكتيبة في جريدة وكلمة في إذاعة. منعونا من الجريدة والإذاعة وصندوق الاقتراع، قعدنا نبربقوا الحوتة في غير بحرها. انتوما جبتوا الأسلوب الجديد هو قصة عربي، هذوما الناس ما يفهموا كان بالزلاطي والمهباطي. ولذلك الشباب كان له فضل في أنه يحدث أسلوب جديد للتغيير، اللي هو أسلوب مقارعة القوة بالقوة. هو عنده قوة السلاح وانتم عندكم قوة الشعب وقوة الإرادة وقوة الإمكانيات، هذه ما تتخلوش عليها، لكن حافظوا على الثورة. أنا شايب ما نجمش نحافظ عليها، عقليتي عقلية قديمة. انتم شباب لازمكم تاخذوا المشعل، وهذا الشيء يستوجب آليات التغيير تكون في يديكم، تفهموا حقوقكم وواجباتكم في القانون. القانون أعطاك حق وأعطاك واجب كمواطن. التونسي اللي يحب يتحرك سياسيا لازم يعرف حقه وواجبه. وقت اللي يقف قدام بوليس يعرف كيفاش يجابه، يقف قدام مركز يعرف كيفاش يجابه، يقف قدام محكمة يعرف كيفاش يجابها، ثم يخطط للمدى البعيد والمدى القريب ويعرف الأهداف البعيدة والأهداف القريبة. هذا في تصوري اللي لازم تعمل. انتم الآن زينة البلاد وبهجة البلاد وانتم عز البلاد، لكن إياكم ثم إياكم يولي لخباطي. ما نلخبطوش، القضية مش اللي يتقرع ويعمل شهوة يحب يعملها، لا، ما هو نتكونوا ننتظموا. انتم الشباب مطلوب منكم باش اللي احنا تحرمنا منه، احنا تحرمنا من الانتظام في تونس. ما عندناش حق ننتميوا الحزب الا حزب مفبرك. الاحزاب الاخرى ما خلوناش لا نجتمعوا لا نتكلموا لا نتناقشوا. التونسي كيفاش يعرف النضال؟ وقت اللي ينتظم يعرف حق غيره ويعرف كيفاش ياخذ الرأي في مجموعة ويعرف كيفاش يتحرك ويعمل مراحل. انتم مطالبين الان باش تحتلوا الساحة الفارغة اللي هي ساحة المجتمع المدني اللي ما فيهاش شكون يعمرها. بعد ما تنحى الحزب الدستوري بقيت صحراء ما فيهاش حتى شجرة. الشباب هو المطالب باش يحتل هذه الساحة وينتظم فيها. راو العياط هون يجاب، لكن فما حاجة أخرى تجيب خير من هذا، وهي الانتظام في نطاق المجتمع المدني في جمعيات اجتماعية فكرية سياسية ثقافية، ونستغلوا الحق اللي اعطاه لنا القانون. بورقيبة وقت اللي جاء نهار 1 جوان عام 55 تونس كان فيها 2.5 ملايين سكان، خرجوا باستقباله 1,200,000 ما بقاش حتى بلاد، اشطر البلاد، خرج لاستقبال بورقيبة. بعد ما صفقوا له الحوان تدخل حانوته والتاجر دخل تجارته والتلميذ دخل مدرسته وخلوه يبني ويشيد وحده. القى البلاد خالية قام فيها الاذان، عمل النظام اللي حب عليه وعمل وعمل الاسلوب اللي حب. واحنا التوانسه نتفرجوا من بعيد، بعد ما عجبتناش البنيه ما نجمناش نطيحوها، لانه خلينا الحاكم يتصرف وحده. احنا الان ما عندناش رئيسنا اللي باش ينتخب يلزم نقفوا له شوكه بحذاه. ايش معنى شوكه؟ مش نسبوه ونشتموه ومش نعطلوه، وانما يلزم يشعر وانه يتحرك في مجتمع منظم، وان المجتمع واعي بحقوقه وواجباته، وفما طرق كيف بها هي ناخذ حقوقنا ونفرضوا راينا ونلزم حاكمنا باش ياخذنا بعين الاعتبار. كنا قبل الموتى موميات من وقت اللي جاب بورقيبة ومن بعد جاء الراجل اللي بعده، كنا موميات يستعملوا فينا كتصويره. انتم الان قادرين باش تبعثوا الحياة في المنظومة الاجتماعية متاع البلاد وتناضلوا من اجل التنظم.
ما تشغلوش رواحكم باعتصام فقط، الاعتصام اسلوب من عدة اساليب. الاسلوب القادم اللي انا نتصوره يدوم هو اسلوب التنظم في وسط مجتمعنا بالطرق اللي يسمح بها القانون، والقانون سامح. الان عندنا 21 حزب ونعملوا 7000 جمعية، مش جمعيات نسمة وبسمة وخالتي حنيفة وخالتي حليمة اللي عملوهم السيد العقربي، لا، جمعيات بالمنجد اللي هي تحس بالمواطن. الامر الثاني نقول لكم البلاد هذه تحتاج الحاجتين، تحتاج الى امن وتنمية. ربي في القرآن قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. قوام بناء المجتمع، ابراهيم وقت اللي حب يبني مجتمع في صحراء اش قال؟ قال ربي اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات. كل مجتمع يحتاج الى امن ويحتاج الى اشباع الحقوق الاساسيه للمواطن، وهي اللي توفر له الحياه الكريمه. تونس تحتاج لهذا. بشكون تحتاجه؟ بسي فؤاد. سي فؤاد رجل كبير وبارك الله فيه اللي وصلنا. سي الباجي بارك الله فيه اللي باش يوصلنا. بالحكومه اللي باش تجي. الحكومه هي جزء من الاليات اللي توفر الامن وتوفر الغذاء. الشعب هو اللي يوفر ذلك، ولذلك ما نعودوش رواحنا نقعدوا نستنوا فيه. بالله اعمل لي مستشفى واعمل لي مطبعه واعمل لي مكتب واعمل لي طريق، نعملوه احنا نعملوه، جهدنا احنا المواطنين، احنا نعملوه ونفرضوا عليهم باش يستجيبوا. يا الاولاد انا جيت باش نبوس ساقيكم وباش نبوس يديكم. انا مانيش متزلف، انا واحد منكم، لا اصلح بان اتحدث فيكم لاني نحشم وانا لحيتي بيضة باش نتكلم قدام مناضلين كيفكم. لكن نقول لكم حاجه يا وليداتي اسمعوني يا اولادي، انا تحرمت من اللي انتم خذيتوه. انا عشت 31 سنه تحت بورقيبه و23 سنه تحت خالتي حنيفه، يجيو 54 سنه وعمري 63، خلاو لي 9 سنوات منهم 5 سنين بلا سروال. اش نجم نعمل توا؟ انتوما وتحت لكم فرصه باش تنتظموا، باش تكونوا حرار في فكركم. خرجت من الصدقيه وخرجت مناضل من الصدقيه، عمري 18 سنه خذيت الباك، خرجت الناضل. انا بديت نضالي عمري 16 سنه، نلم في الناس في الملاسين باش يجيو يتعلموا، باش نزيل عليهم الاميه، ندخلهم للجوامع. راجل شايب وعزوزه ندخلهم للجامعه ونكريهم بالبسكوت وانا عمري 16 سنه، باش نحطهم قدام سبوره ونقول له وبا وتاء باش نعلمه يقرا. وحدي قمت بالعمل، لكن ما خلونيش، منعوني، ومن بعد دخلوني الحبس وهجروني وحطوني تحت الإقامة وكبوا لي سعد والديا. انتم الان متاح لكم فرصه، انا ما اتاحتليش. لو كان فما ليله قدر نقول يا ربي نطلب باش يولي عمري 18 ونولي نخدم معاكم، لكن مانيش قادر. نقول لكم يا الاولاد ما تخيبوش الامل، انتم امل تونس، اعرفوا ايش تختاروا. راي عندنا كلمه يقولوها العوام، المرحله الاولى يقدوها الصبيان في المشي، المرحله الاولى الصبيان يجريوا يا صغير يجري على كوبري، ايه، ولكن في ساعه يفشل. نحبوكم النفس الطويل، قدامكم نضال طويل. الامر الثاني، ثم قوى عالميه طامعه في البلاد وطامعه في بلاد العالم الثالث وفي شمال افريقيا. فما ناس ما همش مستعدين باش يعطيوكم اليات الديمقراطيه الصحيحه، لان اليه الديمقراطيه الصحيحه تجعلكم تستغنيوا عليهم. ما هوش معقول باش دونتي فريسك يعمله لك امريكاني، ومونجالتك يعملها لي سويسري، وصباتك يعملها لك طليان، وكسكتك يعملها لك انجليزي. تبقى دائما ابدا انت رهين من يطعمك ويكسوك، رهين من يعتني بحاجياتك. العالم الثالث يحتاج باش ياخذ حريته، ياخذ استقلاليته، ياخذ قراره، وقراره لا يكون الا باكتفائه الذاتي، عندما ينتج لنفسه ما ياكله وينتج لنفسه ما يلبسه وينتج حاجياته. مانيش طالب منكم باش ترجعوا للقرن 17، ونقول لكم هذه الاليات احنا قادرين باش نكتسبوها، بشرط ان نعمل بجد، ما نضيعش ثروتنا في 41 مليار محطوطه في خزانه، ثم نمدوا يدينا للعالم الثالث امثالنا، لان مصيرنا هو مصير وحده لتقابل الاطماع العالميه. ما تنساوش، وانكم انتم تخطوا هنا، غيركم يخطط على المدى البعيد، وانتم هوني معتصمين. جاوكم ناس من امريكا باش يسالوا على احوال تونس،
باش يقولوا سبحان اللطيف ان شاء الله ما عندك سو، تحب تفاحه ولا نصاصه يا مريض؟ لا، باش يقولوا هالنضال حيدوه غيروه وجهوه، الوجهه فارغه باش يبقى دائما بدل الخبزه بين يدينا. هاكم شفتوهم كي يتحركوا على ليبيا الان، حارقهم الحليب على الليبيين. لا، البترول يحبوا يعملوا بيه كما عملوا بالعراق، بعد ما خلاو تونس لاهيه في داها ومصر لاهيه في داها وجنوب ليبيا ما عنده حد شيء باش يعمل. تشاد مش يتحرك ولا السودان مش يتحرك. الان بورجهم وبواخرهم وهم يستعدون لغزو على انه باش نحيوا القذافي. هما غايتهم باش يمتصوا البترول ويعملوا به كما عملوا في العراق. هذه الاعتبارات يا وليداتي تاخذوها في ذهنكم في حسابكم، ونقول لكم عاش من تعلم. تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس. تونس عزيزة محترمة مرفوعة الرأس. تونس بلاد الطاهر بن عاشور، تونس بلاد النضال، تونس بلاد الخيرات، تونس بلاد الدم، تونس بلاد البوعزيزي وكل من بذل حياته في سبيلها. هؤلاء ينتظرون منكم وقفة رجال، لا تنسوا هذا الأمر. وأنا واحد منكم، عنواني تعرفوه، نخدمكم نبوس ساقيكم نمسح صبابتكم وقت اللي تشاركوني معاكم، لأني ضعيف غير قادر متقدم في السن، ولكن أنا مستعد اللي تطلبوه مني نعمله باش نبذل قوتي لصالح وطني. اللهم اعز تونس واكرم تونس وارفع راية تونس. اللهم لا تولي علينا ظالما يظلمنا، وارفع عنا المقت والغضب، واجعلنا اعزة في الدنيا اعزة في الاخرة، نبراسا للعرب والمسلمين على سنن منك يا رب العالمين، بجاه القرآن وسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحدة وثبات إلى النصر. الله أكبر. حي شعبي في حي التضامن، حي التضامن يا بابا. بالكونفيس 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 بالكونفيس. الشيخ حسن واللي الشيخ فتاح. لا وخرجوا لحد القادم. واللي زركان كلمتهم لحد القادم مش لحد هذا، سامحوني. أنا كنت بحيي في المعتصمين واعتبر أن وقوفهم ونضالهم وتضحيتهم بأوقاتهم وتضحيتهم بأمنهم وصحتهم وراحتهم هو شكل من أشكال النضال الدائم المستمر، وهو نضال مستجد لم يسبق للطبقة السياسية أن قامت به، فلكم الفضل في القيام به ولكم الفضل في جعله أسلوبا دائما مستمرا من خلاله يقتص الشعب المظلوم من حاكمه الظالم. شيخ الفتاح مش اليوم انا ملتزم مع الاخرين، عمل دعاء وعمل حاضر لكن نوفي